سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم براونيز شوكولا. تجي الوصفة بزاف بنينة وميمطو يدي لكم شوية تاع وقت، مي ننصحكم انكم تجربوه، غادي بزاف يعجبكم. عندي المقادير، عندي 2 حبات تاع موز نهرسوهم بالفرشيطة، لازم تهرسوهم بيان. من بعد نجيب التمر، أنا جبت 12 حبة تاع تمر، غسلتها ونقيتها من النوى تاعها. من بعد زدت معاها كأس حليب يكون ساخن، لازم يكون ساخن، ونخلوه حوالي 10 دقايق. من بعد جبت 2 كأس تاع شوفان، نديرهم في الخلاط الكهربائي ونطحنوهم. إذا عندكم شوفان مطحون أحسن، وإذا عندكم العادي تطحنوه. من بعد اللي طحنت الشوفان تاعي زدته في البانان، زدته مع البانان. ومن بعد جبت كذلك الخلاط الكهربائي ودرت فيه الحليب مع التمر تاعنا، ونخلطوهم حتى يتشكل على شكل كريمة، يعني لازم تطحن كامل هذاك التمر. من بعد نزيدو مع الشوفان والبانان ونخلطوهم حتى يمتزجوا لنا كامل المكونات. من بعد زدت معاهم 3 حبات تاع بيض، تقدروا تزيدوا 2 حبات بيض ولا 3 ولا 4 حبات، يعني تبقى اختياركم في البيض. وزدت معاه قرصة تاع ملح، وزدت معاه عطر الموز. بالنسبة لعطر الموز اختياري، تقدروا تستخدموه ولا تستغنوا عليه. من بعد زدت ملعقة كبيرة فانيليا بودر ونخلطوا المكونات تاعنا. من بعد زدت معاهم ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني، أي زبدة فول سوداني ولا أي زبدة لوز ولا أي زبدة عندكم تقدروا تستخدموها. من بعد زدت معاه 2 ملاعق كبار كاكاو بودر، نصفوهم ونخلطوا الخليط تاعنا. وزدت خمارة الحلويات، زدت 10 غرام. وزدت ملعقة كبيرة تاع خل أبيض و2 ملاعق كبار زيت الزيتون، نخلطوا الكيكة تاعنا. من بعد نجيبوا المول تاعنا نديروا فيه شوية تاع زبدة ونديروا فيها الكيك تاعنا وندخلوها للفرن طيب لنا. انا طابت لي حوالي دات لي حوالي نصف ساعة ل 35 دقيقة. هذا هو الشكل كيفاش طابت لي. هنا ذوبت شوكولا سوداء مع الحليب كما راكم تشوفوا، ذوبتها ومن بعد نزيدوها للكيكه تاعنا. بالنسبه للمقادير غادي نكتبهم في صندوق الوصف. ونقطعوا الكيكه تاعنا بيان سور، نخلوها تبرد وقطعوها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش تدعموني بجيم وكومنتير وبارطاج الفيديو. خليكم نقولكم باي باي.